تخيل ست عالمة وأم ل3 أطفال تختفي سنين وترجع فجأة، محكوم عليها ب86 سنة سجن بعد ما كانت محتجزة لوحدها وسط رجالة. أيوة، وسط رجالة. دي قصة عافية صديقي. مين عافية صديقي؟ عافية صديقي دكتورة باكستانية درست في أمريكا وحصلت على دكتوراه في علم الأعصاب. عاشت سنين حياتها ما بين الجامعات والمعامل، وفجأة بعد أحداث 11 سبتمبر اسمها اتحط تحت المراقبة. سنة 2003 عافية اختفت هي وأولادها ال3، لا محكمة، لا تهمة رسمية، ولا مكان معروف. عيلتها قالت اتخذت في عملية سرية. أمريكا قالت كانت هربانة وبتشتغل مع جماعات مسلحة. 5 سنين ولا حد يعرف مصيرها. سجن بجرام الرواية الأخطر. حسب شهادات سجناء وصحفيين حقوقيين، عافية كانت محتجزة في سجن بجرام في أفغانستان. وهنا النقطة الأخطر، كانت المرأة الوحيدة في معتقل مليان رجالة. أنصارها بيقولوا إنها تعرضت لتعذيب قاسي واعتداءات جسدية ونفسية واستغلال بسبب كونها لوحدها في سجن رجالي. الروايات دي لم يتم التحقيق فيها قضائيا بشكل مستقل. سنة 2008 أعلن القبض عليها في أفغانستان. التهمة الرسمية الوحيدة كانت محاولة قتل جنود أمريكيين. الرواية الأمريكية بتقول إنها حاولت تمسك سلاح وتطلق نار، لكن ولا جندي اتصاب، وهي نفسها اتضربت بالنار وأصيبت إصابات خطيرة. والمهم انك تعرفوا ان عافية ما اتحكمتش على الارهاب ولا على الانضمام للقاعدة. كل القضية قائمة على شهادة الجنود فقط، من غير فيديو، من غير دليل مادي، والحكم كان 86 سنة. اول ظهور ليها كان صدمة. في محكمة نيويورك ظهرت ست هزيلة مش قادرة تقف، صوتها ضعيف ونظرتها مكسورة. ناس كتير قالت دي آثار سنين احتجاز وتعذيب واغتصاب. عافية صديقي في نظر ناس إرهابية خطيرة، وفي نظر ناس تانية ست اتحطمت بين السياسة والخوف والسجون السرية. والسؤال الحقيقي، هل لو كانت مذنبة بالفعل اللي حصل لها ده عدل؟ مستحيل.